لقجع في كرة القدم، عندهم لقجع في كرة الطائرة، لقجع في كرة اليد. وشنو هما انا نغير حاجة يا رب، هما يتحدوا كي يحكم واحد كونفدرالية يدي معاه 8 مراكا. في كرة اليد كاين واقع 8 في الكونفدرالية، وكاع في الكوميسيون ما يديسيديو حتى ولاو هاك شو او خلق تونس. سمعت بلي تونس شكاو للكونفدرالية باش يعاودوا للتيراج وصول، ولاو المروك يديروا تيراج وصول، لازم الجزائر نتاعو مع الجزائر نيفيتيو تونس ومصر باش يلحقوا لا فينال تاع لا كوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني. اليوم غادي نتكلموا على عموتة، المدرب المغربي الأسد الذي أهل منتخب الأردن إلى الدور المقبل، دور نصف النهائي. ما كانوش كيحلموا بهذا الانجاز هذا. كما كنعرفوا في البدايه ديال عموته، ملي عيطوا على مدرب عموته داروا معاه مؤتمر. مش كل واحد عنده واحد صديقه او كيعرفوا لاعب يدافع عليه، عيب. اعطيني الاسماء ديال اللاعبين اللي لعبوا. سالم العجنين. نعم. انت عندك الاحصائيات كم لعب يعني في اخر 10 مقابلات؟ وسولوا جميع الاسئله وما كانوش شايقين فيه 100%، لكن هو كان تايق في راسو وقال لهم خاصكم تعطيوني، تجيبوا الا قلت لكم شي حاجه ديروها، عطيوني يعني الضوء الاخضر في المنتخب الاردني باش نغير داكشي اللي خاصو يتغير، وانا غادي نتحمل كامل المسؤوليه ديالي. وفعلا تحمل المسؤوليه ديالو كما شفنا البارح. منتخب في جميع المباريات ديالو منتخب كيلعب بواحد القوه والحماسه، بواحد التكتيك عالي جدا. كما كنعرفوا انه المنتخبات العربيه خاصه الأردن، فلسطين وباقي الدول العربيه في الشرق الاوسط، يعني الاداء ديالهم ضعيف جدا. وحتى مستوى اللاعب، الطريقه باش كيلعبوا ماشي في المستوى ديال كره القدم الاوروبيه. التطلعات ديال كره القدم الاداء ديالهم عاده ما يكون تحت المتوسط، لكن في هذه المنافسات الاسيويه شفنا بانه المنتخب الاردني ظهر بواحد المستوى جيد جدا. لذلك كما تنقولوا ديما راه ما كاينش المستحيل في كره القدم. كما دار المنتخب المغربي في كاس العالم ديال قطر، ما كانش المستحيل، مشى حتى الربع النهائي وكان غادي يتاهل النصف النهائي، ولما لا حتى النهايه. لذلك يا اخواني غادي نهضروا على واحد الحدث ربما 70% ديالكم ما شافوش. في دكة البدلاء كان هناك واحد اللاعب الأردني هاجم المدرب المغربي عموته، وعموته رد عليه قال له انت مالك صاحبي واخا ماشي هذه الهضره اللي غيقول له، ولكن حنا بالنسبه للحركات اللي دار تقريبا الشرح ديالها تقريبا غادي يكون بحال هكا. ورجع بحالك صاحبي، انا اللي عارف شنو كندير، وانا اللي كنتحمل المسؤوليه ديال المنتخب الاردني ماشي انت. والمهم هو النتيجه، وكما شفنا بانه تاهلوا الدور نصف النهائي. لذلك اخواني غادي نرجعوا لهذا الموضوع هذا ونشوفوا كما كنشوفوا الجماهير الجزائريه ونشوفوا الجماهير المغربيه كما شفتوا. المهم انا هذا الفيديو هذا ما باغيش نحط هذاك خاينه اللي كيحرق العالم المغربي، غادي نحط لكم الايجابيات احسن. شوف الشعب المغربي شنو كيدير بالعالم الجزائري، وحنا خاوه، وحنا كنعرفوا بانه هناك ثله من الجماهير المغربيه لا ننكر ذلك، ولكن بعض لا عقلانيين، يعني البراهش ما عارفين شنو كيديروا، ما كيشوفوا داكشي في السوشيال ميديا في التيك توك ولا فيسبوك، حتى هما كيبغيو يديروا داكشي. كاين اللي كيدير داكشي باش يبان، كاين اللي كيدير داكشي باش يبان ويجيو المشاهدات. داكشي ما عرفش بانه راه كتمس بواحد الدوله وبواحد الشعب بهذيك الحركات اللي كدير. لذلك يا اخواني انا ما غاديش نحط هذاك الفيديو اللي كيحرك فيه هذاك خاينه هذاك التوني، غادي نحط الايجابيات المغربيه تجاه الجزائر، وغادي ندوزو كما قلنا عاوتاني للصحافه. انا هذا الفيديو هذا على الصحافه، انا ما كنهضرش على الشعب الجزائري لانه شعب له ما له وعليه ما عليه، دبر راسو هذاك شغلو هذا كيدير داكشي اللي بغا. حنا ديما كما تنقولوا نحاولوا نوعيو الطرف الاعلامي الجزائري، الطرف الاخر، يعني الطرف الاعلامي هو اللي كيحرض، هو اللي كيخلي هذوك الشباب يديروا داكشي. يعني ملي كنشوف انا شخصيا الاعلام ديالي كيحرض وكيهضر بطريقه غير اخلاقيه على واحد الدوله مثلا نقولوا الجزائر، يعني بحال الا عطاني الاوردر باش انا نقول داكشي اللي بغيت،
ونهضر كيما بغيت، ونهضر على دوك الدوله باي طريقه. لذلك اخواني هذا الشيء راه كيجي من الفوق، يعني كيجي من الدوله ومن المؤسسات الرسميه، كما شفنا في المؤسسات كاملين في الاستوديوهات التحليل الرياضيه. واخا هما ما عندهم لا تحليل لا والو، التحليل ديالهم هو انه صافي هضر على القجع، هضر على المغرب، هاجم المغرب، صافي هذا هو التحليل ديالهم. يعني تحليل موضوعي لكرة القدم راه ما كاينش. الهدف الوحيد ديالهم هو انهم يهضروا على المغرب والقجع وما الى ذلك. لذلك غادي نشوفوا هذا الفيديو هذا وتشوفوا هذا الصحفي حتى هو شنو تيقول. قال لك راه القجع عندهم ما كيمشي هو وكيدي مع 10 ديال المغاربه اخرين، وكل واحد كيحطوا في قنت. شت عندهم القجع في كرة القدم، عندهم القجع في كرة الطائرة، القجع في كرة اليد، وشنو هما انا غير من حاجة يا رب، وما يتحدوا كي يحكم واحد كونفدرالية يدي معاه 8 مراكا. في كرة اليد كاين واقع 8 في الكونفدرالية، وكاع في الكوميسيون ما يديسيديو، حتى ولاو هاك شو تونس. سمعت بلي تونس شكاو للكونفدرالية باش يعاودوا للتيراج وصول، ولاو المروك يديروا تيراج وصول، لازم الجزائر نطيحوا مع الجزائر نيفيتيو تونس ومصر باش يلحقوا لا فينال تاع لا كوب دافريك. منصب. لذلك اخواني انا من وجهه نظري تنقول لكم بلا ما تبقى تسوقوا لهذوك الناس هذوك، راه صافي هما معروفين اشنو تحت راسهم واشنو هو المفهوم ديالهم. كما تنقولوا هاد الاسطوانه مشروخه. لذلك اخواني المنتخب الاردني كنتمنوا ليه ان شاء الله التوفيق، ولما لا يفوز بكأس آسيا برئاسة إن صح التعبير رئاسة المنتخب الوطني، أو بقيادة المنتخب الوطني الأردني الأسد المغربي حسين عموتة. كنتمنوا التوفيق المنتخب الأردني وكذلك باقي المنتخبات العربية. بالخصوص احنا كشعب مغربي كنتمنوا انه المدرب ديالنا ينجح في المهمه ديالو ويمشي ان شاء الله ابعد ما يكون ويتاهل المونديال القادم ان شاء الله، ونشوفوه في المغرب قائد لمنتخب الاردن. وحنا غادي نشجعوا المنتخب الوطني ديالنا وغادي نشجعوا المنتخب الاردني وكاع المنتخبات العربيه ان شاء الله سنكون لها جمهورا وكانها في وطنها الام. يعني مرحبا بجميع المنتخبات العربية والعالمية في المملكة المغربية إن شاء الله 2030. الشعب المغربي كما هو معروف الشعب يستقبل جميع الديانات والأجناس حاليا هنا في المغرب ليأتي من شاء. ما كاينش اللي غادي يخسر الخاطر شي واحد. ما كندخلوش في العرقيات ولا الديانات السماويه. كما بغات تكون كتلقى هو الجامع الا بغيتي يدخل ليه، بغيتي الكنيسه دخل ليها، بغيتي اليهود سير زر المقابر ديالهم. حنا داكشي ما كيهمناش. كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لكم دينكم ولي دين. حنا ما كندخلوش في المسائل الشخصيه والاعتقاديه لباقي البشر. الدولة المغربية ترحب بجميع الأطياف مهما كانت، لكن بدون إثارة الفتنة. عندما تتدخل الدولة المغربية تتدخل فقط في أناس الذين يثيرون الفتنة فقط. أما أن تمارس شعائرك لا بأس في ذلك. لن يكلمك أحد ماذا تفعل أو أين تريد الذهاب. أنت حر في المملكة المغربية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.